هالو. النهاردة هنعمل سبانخ بطريقة جميلة خالص ورز حبة وحبة. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. زي ما انتوا بقى شايفين كده، جبت حلة على النار وحطيت فيها معلقة سمنة وهحمر البصلة فيها، وبعد كده هوريكم شكلها بقى عامل ازاي. هنا بقى ابتدت تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى كنت سلقة اللحمة نص سوا وهنزل بيه على البصلاية وهنقلب كويس. نبتدي بقى كده ننزل باللحمة، وحلو قوي لما ناخد برضو من الشوربة بتاعتها، وبعد كده لسه هنشوحهم مع بعض كلهم. هفضل بقى اقلب فيها لحد ما اوريها لكم في الاخر وانا بشوحها هحط عليها ايه. ده بقى شكلها بعد ما اتشربت. هفضل اقلب فيها شوية تتحمر كده زي ما انتوا شايفين، وهننزل عليها بالتوابل بتاعتنا. اول حاجة هننزل بيها معلقة توم صغيرة، وننزل بالملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وننزل عليها ببشرة صغيرة من جوز الطيب، ونقلب كل ده كويس قوي في بعض. مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي. وبعد بقى ما اتشوحت كويس قوي هنزل عليها بالطماطم، نبتدي نقلبها وبعد كده نسيبها لحد ما تتسبك ونرجع نشوف بقت عاملة ازاي. تعالوا بقى نعمل الرز مع بعض لحد ما اللحمة تستوي. معايا حلة هنزل فيها بمعلقة من السمنة وعليها كمان معلقة من الزيت. احنا هنعمل رز حبة وحبة، يعني هنحط نص الرز وهنسيب النص التاني. ننزل بقى بالرز بتاعنا، ننزل بنصه زي ما قلتلكم زي ما انتوا شايفين كده، ونقلبهم كويس. انا بقى هفضل اقلب فيه لحد ما يصفر وهوريهولكم. تعالوا بقى نشوف التسبيكة مع بعض ونرجع تاني للرز. بصوا لسه على النار اهي لحد ما تتسبك وهوريها لكم. ابتدى بقى الرز اهو يصفر معايا، هننزل عليه بالجزء التاني. نقلب بقى الاتنين في بعض كويس علشان يبتدي يفلفل معانا كده. تمام قوي وخلاص بقى قلبنا كله في بعض زي ما انتوا شايفين كده. ننزل بقى عليه بالمية المغلية، اهم حاجة المية تغطي الرز. ننزل بقى بالملح بتاعنا، وكمان رشة صغيرة من الفلفل الأسود. الفلفل الأسود بيخلي الرز طعم حلو قوي. نقلب كل ده كويس قوي. هغطي بقى عليه وهسيبه يغلي، وبعد كده أول ما المية تتشرب هبتدي أوطي خالص وأسيبه بقى لحد ما يستوي. هنا بقى ابتدت تتسبك زي ما انتوا شايفين كده، بس اللحمة بتاعتي لسه ما استوتش، فعشان أسرع السوا بتاعها حطيت رشة بسيطة من السكر. وما تقلقوش مش بتغير الطعم خالص، لأن احنا في الآخر بنظبط الملح بتاعها وكل حاجة. هسيبها بقى تتسبك تاني شوية وبعد كده هرجع أوريكم شكلها بقى عامل ازاي. هنا بقى ابتدى الرز اهو يستوي زي ما انتوا شايفين. هنا بقى ابتدت اللحمة تستوي، هننزل عليها بالسبانخ. هسيبها بقى تغلي غلوتين وهرجع اوريها لكم تاني. زي ما انتوا بقى شايفين كده ابتدت تغلي هي معايا. هنزل عليها بمعلقة رز مغسولة. الخطوة دي مهمة جدا. نقلب كل ده بقى كويس قوي، وأول ما الرز بتاعنا اللي فيها يستوي يبقى هي كده كل حاجة استوت خلاص. وهرجع أوريكم بقى شكلها في التقديم. بصوا بقى الجمال، بجد خطيرة. طريقة السبانخ دي جربوها، دي طريقة أنا متعلماها من مامتي هتعجبكم قوي. وكمان الرز الحبة وحبة خطير بجد. تعالوا بقى كده نشوف اللحمة عاملة ازاي ودايبة ازاي. بصوا بصوا جمال السبانخ بجد طعمها رهيب، واللحمة دايبة دوب. بصوا خطيرة ازاي بجد. واو واو، جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. وأشوفكم في أكلة جديدة وأقول لكم باي باي.